يا صباح الفل عليكم. تعالوا بقى نعمل مع بعض شوية ممبار، إنما إيه، تحفة. مش عايزة أقول لكم، هو الشتاء إيه غير شوية محشي كده، ممبار على ورق عنب على كرنب، بجد. تعالوا بقى أقول لكم سر خلطتي التحفة دي، اللي الرز بصوا طالع من جوه مفلفل، ونعرف مع بعض إزاي الممبار ما يفرقعش معاكي، وإزاي الخلطة تطلع تحفة كده وشمخته وريحته جايبة آخر الدنيا. يلا بينا نسمي الله ونشوف طريقتنا ايه. اول حاجه هيكون معايا هنا بصل. انا يفضل طبعا في الممبار او في اي محشي عامه تكتري البصل شويه، عارفه ان البصل غالي والله، بس انا مستخدمه هنا حوالي 4 بصلات متوسطين. يفضل برضو ان انت تكوني مخرطاهم على ايديكي، لان بصراحه بيفرق جدا عن تقطيعه في الكبه. هننزل دلوقتي بيهم، نزلت بالبصل معايا ونزلت معلقتين صغيرين من معلقة التوابل، فلفل اسود، معلقتين صغيرين كده من الكزبرة، ومعلقتين صغيرين من معلقة التوابل اللي اقصد بيها، لو هتستخدمي معلقة الشاي الصغيرة يبقى معلقة واحدة من الكمون. ونزلت بربع معلقة صغيرة من حبهان البودر على ورق لورا مطحون. وهننزل مع بعض برشة كده بسيطة من ال7 بهارات. ظبطي بقى الملح معاكي، وفي الاخر برضو نظبط الملح بندوق الخلطة. وبعد كده نزلت رشة كده بسيطة من الشطة، اختياري بس بتدي ريحة حلوة جدا للخلطة يا بنات. هنزل كمان بمعلقتين صغيرين من السكر، وبقى مش عايزة اقولك على التركاية دي، بتديكي تعسيلة تحفة جدا. كمان نزلت معايا بمكعب من المرقة، وده اختياري بس بصراحة انا بفضله وبحبه جدا، فمش عايزه تضيفيه براحتك خالص. خدي بقى الخطوه دي معاكي، ان احنا ندعك البصل بتاعنا، ما تعصرهوش ولكن ندعكه كده مع التوابل، بيدي ريحه تحفه جدا في الخطوه دي. والخطوات بتفرق جدا يا بنات. يكون معايا بقى دلوقتي رز مغسول ومتصفي كويس جدا، هننزل بيه على التوابل والبصل بتاعنا. هبدأ دلوقتي أضيف كمان فصين من الثوم، مش عايزة تضيفيهم براحتك، بس بصراحة دي طريقتي في الخلطة وبتبقى تحفة جدا. ونزلت كمان بفلفل حامي، ما تستغنيش عنه ولكن انا بحبه سبايسي شويه، لو انت مش بتحبيه سبايسي ممكن تضيفي قرن واحد بس. نزلت معايا بخضره، شبت على بقدونس على كزبره. وبعد كده وريتك هنا ان انا بصراحه نقلته في طبق عشان اعرف اقلب الطماطم. معايا هنا شبشب من الطماطم، بس انا ضربها في الكب بيوريه من غير ميه خالص يا بنات. هنضرب الطماطم يبقى نضربها من غير ولا نقطه ميه. نبدأ بقى نقلب الخلطة بتاعتنا، وشمي أحلى ريحة، بجد الريحة كانت روعة وقلب البيت. هنزل كمان بمعلقتين كبار من الصلصة عشان بس تعزز لي اللون ويطلع أحمر معايا كده. أنا خلطتي ني في ني، وهي دي طريقتي في الممبار، وبجد أحلى أحلى ممبار اللي انت بتاكليه ني في ني، مع احترامي للكل. كمان ضفت معايا رشة من النعناع الناشف المجفف، بيديكي ريحة تحفة جدا. آخر حاجة ضفتها معايا وهو الزيت، عشان شوية زيت كده عشان يلمع معاكي الخلطة، والرز كمان يبقى مفلفل معاكي. تعالوا بقى نشوف الممبار بتاعنا الجميل. طبعا انا منضفاه، لو عايزيني اوريكم تنظيف الممبار قولوا لي بس في التعليقات وعناية ليكم. طبعا بنشتري الممبار بتاعنا من الجزار، وانا بوريكي هنا ان انا لما طبعا لما بقلبه بتنضفيه كويس جدا. شوفي بقى بتنضفيه ازاي، بالسكينه، بجلده بصوا يا جماعه، جلده الانبوبه بتنضف الممبار بطريقه تحفه جدا وفي ثانيه. وكمان يفضل كمان ان انت لما يعني ما نكحتش الدهون اللي جوه الممبار، لان الدهون دي لما بنيجي نحشي الرز من جواها بتسيح معاها وبتدي طعم جميل جدا في الممبار، بتبقى طعمه حلو جدا، فما تشيليش كل الدهون منه. نضفيه بس على قد ما نقدر، بس نسيب جواه برضو من الدهون دي، بتديله دسامة كده وبتديله طعم حلو جدا. نبدأ نحشي بقى، احشي بالطريقة المعتادة بتاعتك. انا بفضل ان انا بحشيه بالطريقة دي، ان انا كده بثبت صبعيني كده من عند البق بتاع الممبار، وما تملهوش خالص، تبططي معاكي الممبار بالمنظر ده، وتنفضي اي رز من عليه. ويا ريت ما نملهوش عشان طبعا ما يفرقعش معاكي. وفي برضو طريقة تانية اللي هي الطريقة دي، بس بصراحة أنا بفضل الطريقة الأولانية. كل واحد بقى بيفضل الطريقة اللي هو براحته، اللي هي تكون سهلة معاه في الحشو. هكمل بقى الحشو بتاعنا وهوريكم في الاخر. اهم حاجه ما تمليش الممبار على اخره، يكون متبطط كده ويكون فاضي عشان ما يفرقعش معانا في السليق. هنا خلصت الكميه بتاعتي، تعالوا بقى نشوف السلق. الميه بتاعتي اهي بتغلي. هنزل معايا بمعلقتين كده صغيرين من الملح. الملح طبعا على ما تدوقي وشو ظبطي ملحك. فلفل اسود، عطري الشوربه بتاعتك بالمكونات اللي انت تحبيها، حبهان، ورق لورا،
هم دول اللي انا نزلت بيهم. وبعد كده اول ما الميه تغلي معانا هنبدا نسقط الممبار معانا. الممبار لسه على نار عاليه. اول ما يبدا يغلي معانا، هو اول ما بينزل يا بنات بيقفل وبيكش كده مع بعضه. فما تغطيش الحلة عشان ما يفرش وما يفرقعش معاكي. اول ما يغلي معاكي هنهدي النار لغايه ما يستوي. خد معايا ساعه الا ربع. الممبار بياخد سوى الرز، شايفين بعد ما اتسلق؟ بصوا، الحمار بتاعه تحفه جدا. يعني الممبار اول ما الرز معاكي يستوي طلعيه طلعيه على طول من الشوربه عشان ما يفرقعش معاكي. هنبدا نقليه زي ما احنا شايفين، هنقليه بطريقه عاديه جدا. وطبعا يكون لونه حلو كده زي ما احنا شايفين. ده اول دور طلع معايا. وبعد كده هكمل بقيه الكميه واوريها لكم في الاخر. شايفين بقى الجمال اللي طلع؟ بجد يعني مش عايزه اقول لكم. دوقوا جربوا طريقتي في الممبار. الخلطه الني في ني بتبقى تحفه جدا مع الممبار يا بنات. بتبقى تحفه، مش عايزه اقول لكم على الريحه. الريحه كانت قلب البيت. بصوا تحفه. إيه احمر من جوه. إيه طعمه تحفه. التوابل بتاعتنا تحفه جدا. عاملينه بطريقه صح الصح والجلد ما بتشدش. اتمنى لايك وشير لو عجبك الفيديو، ومتابعه واشتراك في القناه. السلام عليكم.